السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك وقول الحمد لله. من قبل حضرتك ما تيجي للدنيا ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تختار زوجا صالحا، وأمر الرجل أن يختار زوجة صالحة من أجلك أنت، من أجل أن تعيش حياة هادئة ومستقرة بين أب وأم صالحين. وانت في بطن أمك ربنا سبحانه وتعالى كان يحميك ويرعاك ويحفظك ويوصل لك طعامك وشرابك، فقل الحمد لله. عندما ولدت جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة في قلب الأب والأم. الأم تسهر الليل على تعبك وتسهر على راحتك وترضعك حولين كاملين بدون تذمر وبدون غضب، والأب يذهب إلى العمل ويجمع المال من أجل أن ينفق عليك، فقل الحمد لله. الله سبحانه وتعالى لم يكلفك بأي شيء إلا بعد البلوغ. بتعيش حضرتك 12-13 سنة لا يكتب عليك أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى رحمة بيك وبمشاعرك حرم التفريق بين الأولاد، فربنا سبحانه وتعالى أمر الأب والأم أن يعدلوا بين الأولاد ولا يفرقوا عشان حضرتك ما تزعلش. ربنا سبحانه وتعالى جعل التبسم في وجهك صدقة. ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي ساعدك كأنه اعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا. ربنا سبحانه وتعالى حرم السرقة من أجل ألا يسرقك أحد، وحرم القتل علشان ما حدش يقتلك، وحرم الربا علشان لما حد يسلفك ما ياخدش منك فلوس أزيد من اللي عطاها لك، وحرم الغيبة علشان ما حدش يغتابك في ظهرك، فقول الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى عندما أمرك بالطاعات والفروض تقول له يا رب أنا لا أستطيع أن أصلي، أنا مريض، يقول لك صلي وأنت جالس وعلى جنبك. يا رب أنا فقير لا أستطيع الزكاة، يقول لك أسقطت عنك الزكاة. تقول له يا رب أنا فقير لا أستطيع أن أذهب إلى الحج، يقول أسقطت عنك فريضة الحج. يا رب أنا لا أستطيع الصيام أنا مريض، يقول لك صم وقت أن تشفى من مرضك. حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما تكبر وتتزوج أمر أولادك ببرك من أجلك أنت، وجعل البر جزاءه الجنة وجعل العقوق جزاءه النار. كل ده رحمة بك أنت. حتى بعد الموت ربنا سبحانه وتعالى أمر أولادك أن يستغفروا لك وأن يجعلوا لك صدقات حتى ترتفع مكانتك في الجنة. يقول الإنسان يا رب من أي شيء جاءني هذا العمل، فيقال باستغفار ولدك لك. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بك. في الآخر حضرتك تقول لي أنا مكسل أصلي، مش عيب علينا؟ ابدأ الصلاة.